لو عملوا عنف هنواجههم بالعنف، يعني ما فيش هزار. خليهم بقى عشان نخلص يعني. ما الذي يريده بالضبط رجل الأعمال المصري النافذ نجيب ساويرس؟ سؤال قد يتبادر إلى الذهن في ضوء التصريحات المثيرة للجدل التي أطلقها الرجل في واشنطن خلال كلمة له في المؤتمر الدولي السابع لمنظمة التضامن القبطي بأمريكا. فالرجل الذي اعتبر أحد أبرز الداعمين والمحرضين على الانقلاب العسكري الذي أطاح بمرسي وكان على الدوام يقدم نفسه كليبرالي منفتح، اتهم النظام المصري بتعمد إخفاء النسبة الحقيقية للأقباط والتعامل مع أعدادهم على أنها من الأسرار العليا للدولة، وذلك خشية من مطالبة الأقباط بحصة في المناصب العليا حسب تفسيره، مستشهدا بوجود وزيرة قبطية واحدة في الحكومة الحالية رغم أن أعدادهم تتجاوز برأيه 15 مليونا، وأعرب عن أمله بأن يرى المصريون رئيس وزراء مسيحيا في خطاب مغاير لذلك الذي كان يقدمه داخل مصر عندما كان يتحدث عن المواطنة وإبعاد الدين عن الدولة. ساويرس الذي كان يشارك في ندوة عنوانها مستقبل الأقليات الدينية في مصر لم يتورع أيضا عن إقحام الأقباط في أتون الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حيث أعلن أنه يدعم المرشح الجمهوري دونالد ترامب، وهو الذي للمفارقة أظهر عداء كبيرا لكل الأقليات في بلاده بمن فيهم المسلمون، وذلك خلال حملته الرامية للوصول إلى البيت الأبيض، موقف برره ساويرس بأنه تصفية حساب مع الديمقراطيين، فهو لن ينسى بحسب قوله دعم أوباما ومرشحة الرئاسة هيلاري كلينتون للإخوان المسلمين في مصر. على ماذا استند في ذلك لم يقدم الرجل أي شرح، لكنه حمل أوباما وكلينتون مسؤولية ما أسماها الفوضى داخل المنطقة العربية، وإن عاد في نفس الكلمة وعاب على المصريين إلقاءهم اللوم على أمريكا وإسرائيل في كل كارثة تحدث لهم. لم يكن هذا وحده ما في جعبة الرجل، ففي الكلمة ذاتها شدد ساويرس الذي يملك شركات أمنية على أنه لو كان الأمر بيده لأسس جيشا خاصا وطارد كل الإرهابيين في منطقة الشرق الأوسط برمتها لإعادة فرض النظام. تصريحات تشي بأن الرجل يرى نفسه مؤهلا لدور أكبر من ذلك الذي يلعبه حاليا في بلاده وربما في المنطقة، لا سيما في ظل حديث عن تحجيم جرى له سياسيا واقتصاديا من قبل مؤسسات سيادية في القاهرة خلال الشهور الماضية، ما دفعه ربما للرد ومحاولة اللعب بورقة الأقباط ومن داخل واشنطن. ولعله أراد القول من بين سطور تصريحاته إنه هو من ساهم في الإطاحة برئيس انتخبه الملايين، ولا بد أن تكون له قطعة أكبر من كعكة السلطة.